جماهير النادي الاهلي الحقيقه دائما وابدا بتطلب، لانها عايزه فرقتها دايما الافضل وحقها. واداره النادي الاهلي دايما بتلبي، ومش بتلبي بس، بتلبي بصفقات من العيار الثقيل. عايز افكرك بالصفقات اللي حصلت في موسم، وبلاش الصفقه الجديده لحد ما يتم الاعلان الرسمي عنها. عايز اقول لك انه اشرف بن داري او اشرف داري جالك من بريست الفرنسي. بصرف النظر الناس نجحت او ما نجحتش، لكنه انا بقول لك الصفقات: عمر الساعي، يوسف ايمن جاء ورحل، يحيى عطية الله. ثم في الصفقات الشتويه اللي الناس كلها دايما بتقول ان الوقت ضيق، جالك جرادي شار مهاجم عظيم، احمد رضا لاعب رائع، مصطفى العش لاعب ممتاز، اشرف بن شرقي حدث ولا حرج، محمود تريزيجيه حدث ولا حرج، حمدي فتحي حدث ولا حرج، وصفقه مدويه، وبعدها صفقه اخرى كمان مدويه للنادي الاهلي. هل شعرت انه في لعيب ناقصه فلوس او ناقصه مستحقات، او حد اشتكى الاهلي للفيفا ولا للفيبا ولا لاي اتحاد من الاتحادات الدوليه المختلفه، او مدرب ترك النادي الاهلي بمشكله، او لاعب ترك النادي الاهلي بمشكله، او انت رايح جاي طول الليل والنهار؟ رايح فين؟ رايح الفيفا؟ جاي منين؟ جاي من المحكمه الرياضيه؟ رايح فين؟ رايح المحكمه الفدراليه؟ جاي منين؟ جاي من المحكمه العليا؟ هل شفت ده او سمعت عن ده؟ هل حسيت بازمه من نوع ما داخل النادي الاهلي؟